السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كيناز. إن شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة. إن شاء الله في هذا الفيديو اليوم راح نديرو واحد الوصفة بالعجينة المورقة اللي كنت خدمتها من قبل. راح نحط لكم رابط تاع الوصفة أسفل الفيديو. عجينة مورقة خاصة بالحلويات. راح نديرو في هذه الوصفة لي باغيت فيتي، وراح نحتاجو كمية من العجينة المورقة الخاصة بالحلويات، ونحتاجو كمية من السكر العادي. هي وصفة رائعة وسهلة وما فيهاش مقادير بزاف، يعني نحتاجو غير كمية فقط من العجينة المورقة والكمية تاع السكر. نبدأ على بركة الله. نرشو على السطح اللي راح نخدم عليه كمية من السكر العادي. نحط العجينة تاعي فوق السكر، ونرش العجينة بهذا الشكل، ونبدأ نفتح فيها بالحلال. بعد ما فتحت العجينة راكم تلاحظوا الآن نقصها على شكل أشرطة. نحي هذو الزوائد ونقطعها بهذا الشكل، شرائط تكون عريضة شوية. بعد ما قطعنا العجينة إلى شرائط، الآن نلويها بهذا الشكل. نكمل اللف تاعها بهذا الشكل. ونحطها في سنيوة. ونكملوا البقية تاع الشرائط بنفس الطريقة. اللي تحب ديرهم صغار تقصها في الوسط، واللي تحبها طويلة خليها طويلة. بعد ما كملت العجينة تاعي كامل ولفيتها حطيتها في سنيوة، الآن ندخلها في الفور يكون مسخن من قبل على نار متوسطة. كي نشوفها طابت من تحت نشعل من الفوق قد ما تحمر ونخرجها. هذا هما لي باغيت تاوعي بعد ما خرجتهم من الفور. خرجوا ما شاء الله، خرجوا روعة. اللون تاعهم يهبل والرائحة تاعهم روعة، لأنه حطيت في العجينة لافاني. كذلك خرجوا مقرمشين وفيهم نوع من الكرملة لأنهم فيهم السكر العادي. هذه هي الوصفة تاع اليوم لباغيت فيتي. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. هذه الوصفة سهلة وسريعة بسيطة غير مكلفة،
والمذاق تاعها صدقوني رائع رائع، وخفيفه بزاف، قد ما تاكلوا منها وما تشبعوهاش. اذا عجبكم لا فيديو وعجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. واذا عندكم اي ملاحظه او اي حاجه حابين تقولوها لي اكتبوها لي في تعليق، راني نقرا كامل التعليقات ونجاوب عليكم. والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.